كسره محشيه بتكتوكه والفرماج لينا بزاف وخفيفه، والحشو تقدري ديري واش عندك، يعني غير بصل وطوماطيش ولا السلق بالفرماج وشويه طون، يعني كيما لي فارس تاع البوراك. يلا نبداو مع الوصفه. كيلي بالكاس ولا بالبول 2 كيلات سميد رقيق، كيله فرينه، نزيد باكيلا لوفر شيميك مع الفرينه ونخلطهم. نفرغ كلش في جفنه ونزيد مغرفه صغيره ملح، نفرغ عليهم ربع كيلو زيت زيتون ونبدا نحك بين يديا كيما راكم تشوفوا. مع الاخر نجمع العجينه بالماء والحليب. كي تتلم العجينه نزيد شويه سانوج ونعجن لاباط مده 3 دقائق. العجينه وجدت راهي طريه وشاده روحها، نغطيها ونخليها تريح ونوجد التكتوكه. في مقله ندوب مغرفه صغيره سمن، 3 حبات بصل، 4 مغرفه صغيره فلفل كحل، نص مغرفه صغيره عكري، شويه ملح، نقليهم ونغطيهم حتى يدبال البصل. ومن بعد نزيد 3 حبات طوماطيش قشرتها وقطعتها، حبه فلفل خضر، حبه فلفل احمر، نغطيهم ونخليهم يطيبوا على نار متوسطه. بعد ما وجدت التكتوكه والماء تاع الخضره نشف، نجوز اللاباط نقطعها بالكوبات على 8 ونفورمي دي بول. نفتح كل حبه بالغلو، والعجينه لازم تكون رقيقه 5 ملم. نحط شويه لافارس واي فرماج عندك، نغلقها مليح ونسوديها باش ما تخرجليش لافارس في المقله. نطيبهم في طاجين ولا مقله تكون ثقيله ونخليهم يحمروا من لي دو كوتي. شوفوا كيفاش جاو بعد ما طابوا، حماروا كيما يلزم وجاو بنان بزاف. اعطوني رايكم في لي كومونتير.